أحلى لسان عصفور بالكبدة هتاكليه بالطريقة دي، وهتعمليه بالطريقة دي برضه، وطريقة سهلة جدًا وكل اللي هياكله من إيدِك هيسألِك أنتِ عاملاه إزاي. أهم حاجة تكمّل الفيديو معايا للآخر وتعملي متابعة للقناة وتدوس لايك، ربنا يجبر بخاطرك وينوّر لك كل اللي في بالك، يا اللي هتعمل متابعة للقناة. طبعًا يا جماعة المتابعين ضعاف جدًا، جدًا، وأنا زعلانة منكم خالص، خالص، خالص. هنقول بقى إيه، هنبدأ نعمل إيه. طبعًا أنا باحب أضيف على لسان عصفور شرايح، هي ده بياخد سِوَى ده. أنا باجيبه فرط كده، بتجيبي على قد ما أنتِ عايزة بقى، عايزة نُص كيلو، عايزة كيلو، اللي أنتِ عايزاه هاتيه. لو أنتِ ما بتعرفيش تضبطي مَيِّتِك، عايري لسان عصفور والشعرية، يعني عايروهم مجّات كده أو كوبايات، عاير زي ما أنتِ عايزاه عندِك. وتضيفي على كل كوباية، كوباية مَيّة، عشان خاطر أنتِ مثلًا ما بتعرفيش تزوّدي عشوائي كده. طبعًا حُطّي معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وطبعًا ضايفة ده نُص كيلو، يعني مشكِّل كده لسان عصفور على شعرية. أنا طبعًا باحب أضيف بقى التركة الحلوة دي، نُص عِلقة قرفة خشب، ده اللي هيميّز الطعم عندِك، ده اللي هيخلّي كل اللي ياكله يسألِك عليه. طبعًا إيدِك فيه ما تسيبيهوش وتبقى ناره هادية. طبعًا هيبقى طبعًا على العين التانية بنعمل الكبدة. الكبدة بتاعة لسان عصفور بتتعمل ببصل مش بتوم، واللي بيقول لِك إحنا باحط الكبدة مع لسان عصفور بتزفّر الأكل يا جماعة، بيبقى طعمها استغفر الله العظيم يا رب ما يتاكلش، ده اللي بيفهم في الأكل. في ناس طبعًا ما بيفرقش معاها الزفرة والكلام ده. طبعًا بس الطريقة الصحيحة بتاعتها إن أنتِ تشوّحي الكبدة الأول لوحدها برّه وتضبّطيها وتحطّي لها كل حاجة كإنِّك خلاص هتاكليها دلوقتي. حطّي كل اللي أنتِ عايزاه عليها، بس اعمليها ببصل مش بتوم. وطبعًا لسان عصفور برضه ده مع نفسه في ده. والآخر هاقول لِك هنعمل إيه الآخر. طبعًا إيدِك فيها برضه بتشوّحيها كده تشويحة عشان خاطر تدّي المسام بتاعتها وتاخد طعم الفلفل والبصل برضه بتضيفي برضه فصين توم، ضيفي توابلِك كلّها اللي أنتِ عايزاها، ضيفي طبعًا برضه زيتها وسمنتها عادي. طبعًا هي طبعًا كانت خلاص دخلت في مرحلة السوا أهيّة، هاسيبها بقى وارجع تاني شُفتوا، شايفين الجمال، شايفين سلاسل الدهب، والله العظيم ما في الحلاوة دي في الدنيا. طبعًا النوع اللي أنا جايباه ده النوع ده اسمه دزيد، ده نوع كده حلو أنا يعني معتمداه، أو ساعات ممكن آدم، وبرضه حلوة جدًا آدم في المكرونات والحاجات دي. عايزاها أكياس ماشي، عايزاها فرط ماشي، طبعًا تحطي ملحِك عادي جدًا، عايزة تضيفي مكعب مرقة دجاج ما فيش مشكلة، ما عندكيش هي عود القرفة بيرفع التيست معاكِ عادي حلو جدًا، وبيدّي لها نكهة وطعم وريحة زي العسل. طبعًا آخر بتضيفي ده على ده والهنا والشفا.